في الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نوصف جسم الانسان باستخدام حاجه اسمها الاناتوميكال بوزيشن والاناتوميكال دايركشنز. دلوقتي بقى نبدا نتعرف على جهاز مهم وهو الجهاز الهيكلي. فتعالوا نعرف ايه هو الجهاز الهيكلي وايه وظايفه كده سريعا، وتعرف ان هو هيفيدنا جامد جدا في الشابتر بتاع البايوميكانكس. اول وظيفه وهي الشكل والدعم. العظام بتدي جسمك شكله الاساسي. جرب كده تتخيل شكل جسمك من غير عظام هيبقى عامل ازاي. مش هيكون ولا فيه طول ولا عرض ولا قوام، لان العظام هي الهيكل اللي متثبت عليه العضلات وباقي انسجه الجسم. الوظيفه الثانيه هي حمايه الاعضاء الحيويه. فالعظام مش موجوده عشان الحركه بس، هي كمان بتشتغل كدرع بيحمي الاعضاء المهمه، مثلا زي الجمجمه بتحمي المخ او القفص الصدري بيحمي القلب والرئتين. ثالث وظيفه هي الحركه. لو تفتكر في المحاضره بتاعه الجهاز الحركي لما قلنا ان الحركه بتتم بتداخل ثلاث اجهزه، النيرفس سيستم والماسكولار سيستم والسكيليتال سيستم. عشان كده السكيليتال سيستم ليه دور في الحركه. برضه لو في حاجه تايهه منك ما تقلقش، كده كده هنفسر كل حاجه في البايوميكانكس. رابع وظيفه وهي البلاد سيل فورميشن. جوه بعض العظام بيكون في نسيج اسمه البون مارو او النخاع العظمي، وده المكان اللي بيتم فيه تكوين خلايا الدم، سواء كرات دم حمراء او كرات دم بيضاء او الصفائح الدمويه، والعمليه دي اسمها الهيماتوبوسيس. خامس وظيفه وهي المينرال ستوريج. تقدر تعتبر العظام مخزن للمعادن اللي في جسمك، واشهرهم الكالسيوم والفوسفور. في كمان تفصيله مهمه ان مستوى الكالسيوم لما بيبدا يقل في الدم، فجسمك عشان يعوض نقص الكالسيوم بيبدا يسحب من الكالسيوم اللي موجود في المخزن بتاعك في العظم، لانه مهم جدا للعضلات والاعصاب والقلب. ولو الموضوع ده حصل لفتره طويله، خصوصا مع سوء التغذيه وقله التمرين ونقص فيتامين د، العظام مع الوقت بتبدا تفقد جزء من معدنها وبتبقى اقل كثافه واضعف، ودي من الاسباب اللي ممكن تؤدي لهشاشه العظام، وهي حاله بتكون فيها العظام هشه وسهله الكسر حتى مع اصابه بسيطه. وده يودينا لحاجه اسمها بون ادابتيشن. جزء كبير من الناس بيفكر ان انت لما بتتمرن عضلاتك بس هي اللي بتكبر، ولكن المفاجاه ان كمان عظامك بتكبر، او بمعنى ادق بتزداد كثافه. العظام بتستجيب للتمرين زي العضلات بالظبط. كل ما بتبدا تعرض عظامك لاحمال تقيله عن طريق تمارين المقاومه، جسمك بيبدا يزود من كثافه العظام ويقويها، وده بيخليها اكثر صلابه مع الوقت واقل عرضه للكسر. هي حجمها مش بيكبر زي العضلات، ولكن هي بتزداد كثافه وبتبقى اقوى نتيجه استجابتها للاحمال التقيله اللي انت بتحطها عليها، وطبعا مع توافر التغذيه المناسبه، خصوصا الاكل اللي فيه كالسيوم وفيه فيتامين د.